لا تبقى يوم تنقطع. ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل اسمك توظيف، ناضل اسمك توظيف، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل من اجل المنحة، ناضل من اجل المنحة، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل اسمك توظيف، ناضل اسمك توظيف، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل أجل الكرامة، ناضل أجل الكرامة، ناضل أجل الحرية، ناضل من أجل الحرية، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل ناضل يا مناضل، ناضل ضد الإقصاء، ناضل ضد التمييز، وناضل ضد الإقصاء، وناضل ضد التمييز، ناضل العنصرية، ناضل ضد الإقصاء. ناضل وعبد الله ارتاح ارتاح، عبد الله ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، وعبد الله ارتاح ارتاح، وعبد الله ارتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، هو يا مرتاح ارتاح، ويا مرتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، وهو يا مرتاح ارتاح، ويا مرتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، ومحمد ارتاح ارتاح، ومحمد ارتاح ارتاح، وسنواصل الكفاح، وسنواصل الكفاح. إسقاط المرسوم، حسين يريد 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 إسقاط المرسوم، حسين هاوين مهن التربيه والتكوين فرع العرائش. شكون حنايا الاساتذه المتدربين. اليوم درنا وقفه امام النيابه. علاش؟ لاننا كنحتاجوا ضد المرسومين اللي خرجت من الوزاره، الاول اللي كيقضي بفصل التكوين عن التوظيف، والثاني لفصل لتقليص المنحه الى النصف. وتحيه نضاليه، وحنايا مازالين صامدين، وان شاء الله حتى لتحقيق المطالب ديالنا، واي حاجه غادي تخرج بها التنسيقيه الوطنيه في اطار التصعيد او لاي حاجه غادي نلتزموا بها، وحنايا صامدين حتى لتحقيق المطالب ان شاء الله. تحيه نضاليه الى كل الاساتذه المناضلين الصامدين. المهم اريد ان اسلط الضوء على قضيتنا، الا وهي اننا نحن نناضل من اجل اسقاط مرسومين مشؤومين، الا هما المرسوم 88 القاضي بفصل يعني التكوين عن التوظيف، والمرسوم 89 القاضي بتقسيم المنحه الى النصف. فقضيتنا قضيه مشروعه ونحن نؤمن بها، وخرجنا اليوم الى النيابه احتجاجا على سياسه الاذان الصماء وسياسه التماطل لوزارتنا. وبالتالي فنحن الاساتذه المتدربون فرع العرائش نود اسقاط هذه المرسومين، والذين صامدون ودمنا للنضال صامدون. وشكرا. اولا قبل كل شيء تحيه نضاليه للجماهير الشعبيه. نحن الاساتذه المتدربون بفرع العرائش. لبعد التوضيح، نحن اولا قمنا
مباريات كتابيه وشفويه بعد نجاحنا في المباريات الكتابيه. المطلب ديالنا هو الغاء او تعديل او اسقاط المرسومين المشؤومين، الاول الذي يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، والثاني بتقليص المنحه الى النصف. نحن لمده تقريبا 4 أسابيع وما اكثر ونحن في مقاطعه شامله للدروس النظريه والتطبيقيه، ولحد الآن لا يوجد أي باب حوار معنا، ونحن سنبقى صامدين حتى تحقيق المطالب. تحية نضالية فرع العرائش. استمرار المعركة النضالية التي يأخذها الأساتذة المتدربون بكل فروع المملكة، ونحن الأساتذة المتدربون بفرع العرائش واستجابة لقرارات مجلس التنسيق الوطني وتنزيلا لمقتضيات توصياته، قمنا ونظمنا بمسيرة جهوية للنيابة الإقليمية بفرع العرائش مطالبين بإسقاط المرسومين. ونحن في فرع العرائش نؤكد تشبثنا بمطالبنا العادلة والمشروعة من أجل تحقيقها، ونحن صامدون، ومعركتنا معركة نضالية تصعيدية، ونحمل بهذا المسؤولية لتعنت الوزارة الوصية وتعنت كل الجسم الحكومي في التعتيم الإعلامي. أولا التعتيم الإعلامي الحكومي الذي يمارس علينا، ونصل بعض المغالطات في هذا السياق عندنا نحن الأساتذة، ونطالب بحوار جاد في هذا ونتحمل كل المسؤولية.